يا صباح الخير، صباح الأنوار أو مساء الخير، الوقت اللي تشوفوني فيه. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وفلوج جديد وسنة جديدة إن شاء الله علينا وعليكم، والله يحقق كل أمانيكم يا رب، ويرزق كل شخص يتمنى شيء إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. طمنوني عنكم، اشتقت لكم من آخر فيديو كان من شهر تقريبا. بس بصراحة الجو عنا متقلب، مرة حر مرة برد، يا تشوفونا مريضين شوية نصحى الأولاد يطيحوا، لكن الحمد لله رب العالمين. اليوم جيتكم فلوق جديد ورايحين لمنطقة جديدة أو ولاية جديدة إن شاء الله في عمان. رايحين الشرقية منطقة تبدية إن شاء الله. بس ما رايحين الرمول يعني، ماخذين شاليف مزرعة كذا ونشوف الأجواء هناك. خليكم معانا وإن شاء الله تستمتعوا معانا في هذه الرحلة، وأهم شيء لا تنسوني تشجعوني اللايك والشير طبعا. طبعا هذه المنطقة تقدر تروحوا لها من طريقين، في من طريق الداخلية من طريق بدبد هناك، أو عن طريق صور. ونحن رايحين رحنا عن طريق صور عشان نشوف صور ونشوف الطريق وكذا، مع أن الطريق هذا أبعد، بس الطريق الثاني اللي من طريق بدبد الخط السريع أسرع طبعا من هناك، والوقت مختصر كثير. بتشوفوا سبحان الله ما شاء الله، يعني عمان عادي تشوفوا جبال على يساركم والبحر على يمينكم، خصوصا وانتم رايحين الشرقية. بس يعني عندنا جبال يعني ما شاء الله كثيرة مثل ما شايفين. الرحلة صراحة كانت حلوة وممتعة، ما حسينا ان الطريق طويل لانه وقفنا اكثر من مكان. طبعا انا ما صورت كل شيء، بس بصراحة كانت الرحلة جدا ممتعة. شايفين كيف الطريق؟ واحنا ماشيين هنا في الطريق خبروني ايش خططتوا للسنة الجديدة، ايش سويتوا، ايش قررتوا. احب اسمع تعليقاتكم تحت واقراها وارد على كل حد ان شاء الله. حلو تحطوا كومنت كذا تخبروني ايش بلانكم او ايش مخططكم للسنة الجديدة ان شاء الله.
هنا احنا وصلنا ولاية صور، وتمشينا فيها شوي بس ما جلسنا هناك، يعني رحنا على طول كملنا طريقنا بعد ما وقفنا. طبعا استرحنا وكذا مع الأطفال، تعرفوا مشكلة الأطفال إذا طريق أكثر من ساعتين لازم نوقف وهذا. بس مثل ما خبرتكم كان الطريق سهل الحمد لله يعني، إلا هنا هذه المنطقة بس كان شارعين يعني، فكان شوية في صعوبة، خصوصا اللي يجيوا بالليل هنا يعني يكون صعب عليهم. هذا المجمع الرياضي اللي في صور، وهنا هذا السد، نسيت اسمه صراحة، خبروني عنه. هذا سد في ولاية صور. طبعا هم الطريق هنا كانوا يشتغلوا عليه عشان يوسعوه، بس مثل ما خبرتكم الطريق الثاني اللي هو من الخط السريع كان أحلى وأسهل ومريح أكثر يعني، مثل ما شايفين. واخيرا وصلنا بدية، ومثل ما خبرتكم احنا ماخذين نفس الشاليه داخل المزرعة يعني، فهي بين المزارع، والجو صراحة كان عجيب، مع ان تشوفوا شمس بس كان الجو بارد وحلو. هذه هي المزرعة. طبعا في مطبخ تحت، بس انا رحت فوق على طول لان الجلسة والمجلس كل شي فوق هنا. شايفين كيف المكان صراحة حلو. حاطين جلسة هنا برا، مثل ما خبرتكم صحيح شمس بس كان الجو بارد. وهنا في مكان جلسة ثانية بعد يعني نفس البلكونة. شايفين الرمل هنا، وفي نص يعني سبحان الله مزرعة بس دار مدارها أو حواليها يعني كلها رمول، فيعني كأنه تربتين في مكان واحد، فاهمين علي؟ وفي مكان ألعاب بعد تحت. وهذا المجلس طبعا قبس يرحب فيكم وكانوا مستانسين صراحة يعني. فوق في مجلس كبير وفي كذا طاولة محطين الأغراض فيها، وفي دورة مياه وانتو بكرامة. شايفين الرمول يعني صحراء ومزرعة في نفس الوقت، سبحان الله. الجلسة هنا عجيبة خصوصا بالليل. هنا تحت مثل ما خبرتكم هنا في مطبخ، وهناك بعد في دورة مياه ثانية، وهنا مكان الألعاب. هنا يقولوا لي في فراشة، في فراشة، ولما قربت منها طلع جناح فراشة مسكينة، مقصوص جناحها بس شافوه يحرك الهواء على بالهم انه فراشة. وبعدين هنا طلعنا بالليل. شايفين هذا المكان انا ما لحقت اصوره صراحة، بس كله عربات الكوفي والسويت وحركات، يعني انا انصدمت صراحة من بديه، ما توقعت اني احصل هذه الاشياء. تعشينا وخذينا كوفي، ما تعشينا سوري، خذينا اغراض للعشاء لانه راح نشوي. مثل ما شايفين نجهز النار وكذا، وبالليل يصير برد اكثر يعني. تخيلوا نحن كان شمس وبرودة، وبالليل يكون واجد برد، حتى لما كنا نايمين بس فاتحين الشباك يعني ما فتحنا لا مروحة ولا مكيف من البرد، وحتى الشباك بعدين سكرناه، صار برد برد يعني. احلى شيء في اجواء الشتاء، نار وشوي وحركات.
هذا كان فلوقنا أول يوم تعشينا في البيت. يعني طبعا احنا سوينا الغدا، كان رحنا مطعم إن كنا تونا واصلين وكذا وما نعرف الأماكن، فطلعنا نتمشى وتغدينا وكذا، وبالليل أخذنا اللحم وشوينا وخلاص. وكذا ينتهي فلوقنا اليوم، وبشوفكم بكرة في الجزء الثاني، الفلوق الثاني إن شاء الله. أتمنى تكونوا استمتعتوا وأخذتوا فكرة سريعة عن بدية، وبكرة يوم جديد ومكان جديد إن شاء الله. أشوفكم على خير ومع السلامة.